السلام عليكم، عاملين ايه يا حبايب قلبي؟ يا رب تكونوا بخير، يا رب يا رب. اللي تشير الفيديو ده تزور سيدنا النبي عليه افضل الصلاة والسلام ان شاء الله باذن الله. النهارده هنعمل ايه مع بعض؟ هنعمل محشي كوسة وبتنجان وفلفل. اهلا بيكم في قناتي، قناة يوميات سناء. ماشي، هنبدأ حبايبي وهعمل معاكم حاجة حاجة بالتدريج عشان الناس المبتدئة. بس اول حاجة هنقطع الطماطم قطع صغيرة خالص. في ناس بتقطعها بتضربها في الخلاط، وفي ناس بتقطعها قطع. انا بقطعها صغير خالص. هفضل اقطع فيها كده لحد ما اقطع الكمية كلها، والفجارني الفلفل السبايس ده الحامي هقطع حتة منه صغيرة، يعني حركة نصه كده. اشتركوا في القناة وفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل الفيديوهات، وصلوا على النبي في الكومنتات وسيبوا لي كومنت جميل زيكم، يا رب تكونوا بخير. هنا قطعنا الطماطم خلاص وركناها، ونضفنا الكوسة وجورناها. ماشي، يعني طلعنا اللي فيها كله. وادي اللي جواها انا مش برميه يا جماعه، انا بحطه في الحله، بحطه في قعر الحله من تحت. ماشي، وهجيب دلوقتي غسلت الخضره كمان. الخضره دي جايباها من زرعتنا. ماشي، جايباها من الزرعه بتاعتنا، مش مشترياها. غسلاها ومنضفاها، قطعها قطع صغنطوطه خالص بالسكينه. ماشي، وهجهز الحاجات كل ده، والبصل على النار. خلي بالكم انا عامله البصل على النار، يعني حاطه البصل على النار، مش لسه كل ده هجهز وبعدين اخرط بصل، لا. انا خرطه البصله وحطيت السبك على النار. وهنخلص الخضره هقطعها كلها دلوقتي. ماشي، وزي ما قلت لكم حاطه البصل على النار، والبتنجان عملته خلاص يعني بيتمرد. وهجوره واحطه في ميه بملح عشان لو في حاجه، لو لونه بيتغير هو عشان نسبه الحديد اللي فيه. ولو في اي حاجه من جوه بواقي يعني التجوير تطلع. يا رب تكونوا بخير وبصحة وسعادة يا رب حبايب قلبي. شايفاك اللي بتتفرج على الفيديو بسيبه ما تحطش لايك وتشتركش في القناة. اشتركوا في القناة وفعلوا بنات زر الجرس عشان القناة تكبر بيكم وليكم يا رب. خلاص انا كده قطعت كمية وركنتها، واديني اللي بتنجان اهو، بص بجوره معاكم. ماشي، الحلة دي فيها مية وملح برضو، اللي حاطة فيها اللي بتنجان انا حاطة فيها مية وملح، بحيث ان احط دي واشيل دي، احط دي واشيل دي على طول. بصوا هل فيها المية والملح. اجور على طول ورا بعضين. شايفين بطلعه ازاي؟ كل حاجتي على الترابيزه اهي قدامي جاهزه. هجور الكميه كلها دلوقتي معاكم. بس انا دي نزلت البصله استعملت، رحت حاطه الطماطم كنت حاطاها عليها. بعد ما قطعت رحت حاطه الخضره وحطيت الرز، وبعدين بجهز الخلطه. شايفين الخلطه جهزت كلها، وحطيت لها التوابل بتاعتها. شايفين يا بنات؟ عايزين هبدا احشي البتنجان. حطيت اهو بتاع الكوسه زي ما قلت لكم من تحت.
هحشي البتنجان اهو، واسدها. مش هحشيها اكبسها الاخر، لا يعني تكون هي يعني مهويه شويه، بحيث ان الرز لما يطيب يفنش فيها ما تبصش. ما تفرقعش يعني. هحشي الكميه كلها معاكم، هحشيها كلها دلوقتي واوريكم، عشان بس ما اخدش عليكم وقت في الفيديو. بنتي هي بدأت تحشي معايا. م- م. شايفين انا هنا حشيت الكميه كلها وحطيتها على البوتاجاز اهو. وفي الحله كنت عامله فيها الخلطه، حاطه ميه ان هي تغلي، وحط فيها الملح، واحطها كده ازودها واعملها على النار واسويه. وبألف هنا يا رب يا رب يا رب على قلوبنا وقلوبكم يا رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.